فتره كده بتعمل فكره بص العصفوره دي، انه يقعد يتكلم على مديرين فنيين جايين من المانيا وسويسرا ومش عارف ايه، وفي الاخر يروح يجيب لك مدير فني انت مش متوقعه اصلا خالص، ولا هو ينفع يمسك الاهلي، ولا هو على حجم توقعات الاهلي، ولا على حجم قوه الاهلي، ولا سكواد الاهلي. فزي ما حصل مع خوسيه. خوسيه رغم ان هو انا بشوف ان هو مش مدرب يعني سيء، ولكن هو ليس مدرب بحجم الاهلي. هو مش مدرب وحش، بس مش ده المدرب اللي ينفع للاهلي، مش ده اللي ينفع ان هو يلبي بطولات وحجم امال جماهير الاهلي وادارته. تمام. فهو الفكره كلها انه طرح اسم موسيماني من دول احتمال كبير يكون الهاء، مجرد الهاء عشان يخفي عن تعاقد جديد او مختلف، او مدير فني مش عايزينه ان هو يكون يعني مطروح اسمه على الساحه قبل ما يجي، زي كعاده المديرين اللي جم الفتره اللي فاتت مع الاهلي. تمام. ثم انه احنا هنتكلم في فيديو منفصل عن انك انت ازاي اصلا بتجيب مدير فني، يعني هو كيف يتم جلب مدير فني لفرقه ما، بلاش للاهلي. زي يا جماعه القواعد والاساس العلمي دلوقتي اللي بقى مبني على فكره ان انت ينفع تجيب مدير فني فينجح مع الفريق. الكلام ده بيتعمل بشكل طبيعي خالص. تمام. وبينجح فعلا، يعني بيختار مدير فني لايق على الفريق وعلى شكل الفريق وعلى طريقه لعبه، فبالتالي المدير الفني ده بينجح فعلا مع الفريق وبيحقق بطولات وبيحقق مكاسب. مش يلا نجيب مدير فني عشان فلوسه رخيصه، ولا عشان المدير الفني مثلا هو ده الموجود دلوقتي، ولا ما عادش حد في العالم بيعمل الكلام ده كله. تمام. طيب مشكله الجزيري وبنك فيريرا هي مشكله مضحكه بصراحه يعني. الراجل قال له مش عارف يلعب في خط الوسط او هتلعب في خط الوسط، الراجل قام رامي له التيشيرت في ناحيته وانا بقوله في وشه. بعد كده قال له انت مش هتشوف الملعب تاني طول ما انا عايش على وش الدنيا. يعني تحس ان في فقره كوميديه كده بتحصل في نادي الزمالك بالنسبه لحوارات اللعيبه وعدم فرض السيطره على اوضه اللبس وعلى اللعيبه والكلام ده كله. طبعا عرفنا الراجل اتغرم غرامه كبيره جدا. طبعا انا لسه مع فكره انه ما ينفعش انه المشاكل دي تظهر قدام على الاعلام او قدام الناس. المفروض كلها مشاكل اداريه تتحل جوه النادي من غير يعني نشر الاخبار ديت اعلاميا، وبالتالي ده بيضعف صوره نادي الزمالك وبالتالي بيضعف اوضه اللبس.